الامريكان بعتوا وفد ماشي مكون من مستشار البيت الابيض لشؤون الطاقه في الشرق الاوسط اسمه عاموس هوشستاين. عاموس هوشستاين ده اللي بيحاول يعمل الصفقه بين اسرائيل ولبنان حاليا. الراجل ده جه وصل السعوديه. في نفس الوقت مع عاموس هوشستاين جه بريت ماكورج خلاص، ومعاهم مندوب امريكا في اليمن ماشي. مندوب امريكا فين؟ في اليمن. وصلوا السعوديه والتقوا بولي العهد السعودي وقعدوا يكلموه لازم ان انت ما تخفضش الانتاج بتاع اوبك، خليك حريص على العلاقات الامريكيه السعوديه. اكسيوس كشفت بس الجزء ده من الحوار. اللي كشف الكارثه كانت رويترز. رويترز بتقول لك ايه؟ بتقول لك على فكره الثلاثه دول لما قعدوا مع ولي العهد السعودي حذروه كده وهددوه بالحرب. قالوا له يا امريكا يا روسيا، شوف القرار بتاع اوبك اللي طالع ده، يا امريكا يا روسيا، يا هتخفض الانتاج بشكل عقلاني يا تخفض الانتاج بشكل فيه جنود ينصر روسيا في حرب روسيا واوكرانيا. خلاص واخد بالك بالكلام ماشي ازاي؟ ده تهديد امريكي. فعشان كده الامريكان مصدومين ليه؟ لان خلي بالك ان الكونجرس كان عارف ان السعوديه هتاخد اجراء عنيف وضغطوا على الاداره الامريكيه انها تضغط على السعوديه باي شكل، والاداره الامريكيه فشلت والكونجرس فشل والامريكان كلهم فشلوا. بعد اللقاء ده ولي العهد السعودي اعلن نفسه من وزير دفاع خلى نفسه رئيس وزراء. وانا كنت جبت فيديو شورت كده وقلت لك فيه على فكره ولي العهد السعودي عمل الحركه دي مخصوص عشان يأمن نفسه من اي تحركات سياسيه او دبلوماسيه من الاداره الامريكيه الحاليه للانتقام منه بعد ما ياخد قرار اوبك.